تيجي غامقه من غسيل المواعين، جربتي حاجات كتير جدا وبرده مش جايبه معاكي نتيجه، عايزه حاجه على قد الايد، تعالي بقى اقول لك يبقى الفيديو ده ليكي. اهم حاجه كده لو انت اول مره تشوفيني اضغطي على اللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصل لك كل جديد، واهم حاجه ان انت تنزلي في الكومنتات تصلي على النبي وان شاء الله هتاخدي احلى نتيجه. عايزه ايديكي تبقى ناعمه وبيضه وفاتحه وكمان تكون متوحده، يبقى تعالي بقى اقول لك على الوصفه اللي مش هتكلفك عايزه اقول لك ولا اي حاجه خالص، بس النتيجه بتاعتها نينجا من اول استخدام. بصوا كده يا حلوين، اول حاجه معايا قشر الخيار، شايفين كان معايا خياره كده وبشرتها، شايفين كده بالمنظر ده. طيب بصوا مش عايزه اي حاجه تكون ناشفه خالص بالمنظر ده. ده بقى بيعمل ايه في الايد؟ طبعا هينعمها لك، هيخلي ايدك عامله زي ايد البيبيهات فعلا، نعومه وترطيب، ومن اول استخدام هتشوفي النتيجه تحفه. بدل ما كنتش هترميه هتخلي ايدك بتلمع من قشر الخيار ده. طيب ومعايا كمان ايه بقى؟ طبعا معايا برده الليمون. الليمون بيعمل ايه؟ طبعا الليمون يا جماعه بيزيل معايا اي غمقان، اي اسمرار في الايدين، لو عندك العقل مش متوحده، كل ده بيوحد ايديكي وبيخليها ناعمه وبتلمع فعلا بمعنى الكلمه. هحط بقى كده نص الليمونه دي، شايفين كده. اهم حاجه طول ما انت بتتفرجي معايا على الفيديو صلي على النبي كتير جدا وان شاء الله هتاخدي احلى نتيجه. طيب وعايزه بقى كمان حاجه تنعملي بشرتي كده وتفتحها لي وتبقى شكلها حلو ويبان عليها فعلا ان هي مش شكل ايدي مش غامقه كده وتكون فاتحه، استخدمي الملح. طبعا يا جماعه الملح تحفه طبعا، لان هو طبعا بيزيل اي غمقان وبيزيل كل الاسمرار اللي موجود وبيخلي فعلا ايديكي بتلمع بمعنى الكلمه. قلبت كده كويس، شايفين؟ وهو ده السكراب بقى، مش هيكلفك حاجه خالص، حاجه كنت ممكن هترميها بس هتشوفي النتيجه بتاعتها تحفه من اول استخدام. استخدميها كده حتى لو انت حاطه ايدك في المواعين ليل ونهار، بعد استخدام السكراب ده هتدعي لي اهو، وبحركات دائريه بقى. اهم حاجه ان انا اكون غاسله ايدي كويس جدا ومنضفاها، وابدا بقى ان انا استخدم كده السكراب ده على ايديا واعمل بحركات دائريه كده، افرك في الغمقان والاسمرار. لو انا عندي العقل دي غامقه افرك كده بحركات دائريه، وبجد هتشوفي النعومه واللمعه والبياض كمان بعد استخدام السكراب ده. مش هيكلفك بس هتشوفي النتيجه. وبعمل كده بحركات دائريه. طيب هتفضلي تعملي كده بحركات دائريه لمده 5 دقايق، بعد ال5 دقايق هتسيبيه لمده 10 دقايق على ايدك او 5 دقايق تاني لو انت مستعجله، وبعد كده تبداي انت تغسليه بميه دافيه. وشوفي الجمال والحلاوه، بصوا اصلا اللمعه يا جماعه وانت كده فرداه على بشرتك في لمعه تحفه. طبعا ده وانت لسه حاطاه، ما بالك بقى لما تسيبيه الفتره دي وكمان تفضلي تفركي كده في ايدك 5 دقايق تحفه. السكراب ده ما اقدرش استغنى عنه ابدا، بيخلي ايدي ولا اكني عملت اي حاجه خالص، نعومه وتفتيح وترطيب من اول استخدام، وحاجه مش بتكلفني خالص بس النتيجه بتاعتها بتبقى نينجا من اول استخدام. بس كده يا حلوين، ما تنسيش بعد ما تخلصي وتغسلي ايدك بميه دافيه تحطي المرطب، مهمه جدا، انت مش هتبقي محتاجه اصلا بس لازم برده خطوه المرطب. وتقدري تعملي الماسك ده او السكراب ده كل يوم بعد غسيل المواعين، وبجد هتدعي لي هتدمنيه. اهم حاجه لو انت وصلتي لحد هنا وعجبك الفيديو اضغطي اللايك، وكمان اشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد. واهم حاجه تصلي على النبي كتير جدا في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.